الكوميدي ايه اصلا يعني في حكايه حتى ياسر جلال ده ولا حسام حسن؟ بالذات الرئيس ذات نفسه طلع قبل كده قال انا مش سياسي بتاع الكلام. فيعني يا جدعان اتهدوا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مبدئيا كده انا ايه ماليش في الكوره ومش مهتم بيها ومش بحبها، واللي يعني بيتابع فيديوهات يعرف ان انا بتفرج على الفورمولا 1. الكوره دي اصلا مش من ضمن اهتماماتي يعني. ولما اتكلم النهارده في فيديو عن حسام حسن ده مش عشان انا ليا في الكوره، ده علشان انا ليا في السياسه، وهي دي الحاجه اللي انا بفهم فيها واللي انا بحب اتكلم فيها، والراجل لقيته ناطط لي في السياسه. انت وقعت ولا الهوا اللي رماك؟ مضطر ان انا اتكلم عنه او حابب ان انا اتكلم عنه اضطرارا يعني. المهم انا ما بحبش حسام حسن. ليه ما بحبش حسام حسن؟ 18 حسام حسن بيضحك يعني لانه انا ما بحبش البني ادم اللي يعني انا شعوري ان هو راجل يعني تصرف ظالم، فانا عشان كده من يومها وانا ما بحبوش. ايه هو يا عم التصرف؟ لما كان بيجري ورا واحد مصور في الملعب. استاذ مشاهدينا الكرام، كر وفر بلا داعي. ادي يعني كر وفر بلا داعي. انا مش عارف ومش فاهم ايه اللي بيحصل. عايزين نعرف ايه اللي بيحصل. مش عارف. لا وعشان يضربوا او ضربوا، وبعدين بيقولوا له الراجل طلع بيشتغل في الداخليه امين تقريبا او حاجه او تابع لوزاره الداخليه، فقال لهم انا كنت فاكره مدني. طب يا ستوب ايه يا كابتن؟ هي النقطه بتاعت انا كنت فاكره مدني دي هي اللي مخلياني انا ما اقعدش بحب الراجل ده، لانه اللي هو ايه يا عم الظلم اللي انت فيه ده؟ يعني لو مدني تضربه عادي يعني. ايه انا كنت فاكره مدني يعني؟ هو لو مدني تضربه يعني وتهينه عادي يعني مفيش مشكله. بتهزر يا ابني؟ هي زريبه يا حبيبي، هي زريبه دي. المهم الراجل طالع، وبرده حاجه من الحاجات العجيبه، هو اي حد يا جدعان قاعد مع رئيس الجمهوريه او قام بدور رئيس الجمهوريه في فيلم ولا مسلسل يعمل لنا فيها رئيس الجمهوريه؟ ايه علاقه القياده السياسيه بالكوره والقياده السياسيه اللي جابتني؟ ايه يا عم الحاج في ايه؟ يا منى اما تضحك. وبعدين القياده السياسيه اللي جابتني دي، انت ما تعرفش ان الفيفا ممكن توقف النشاط الرياضي بسبب الكلام ده؟ لان ده تدخل حكومي يا حبيبي يعني. وبعدين مفيش حد يطلع من المسؤولين يقول له يا عم الهرتله اللي انت بتهرتلها دي، ايه الكلام اللي انت بتقوله؟ خلوا بالكم انا ما اتكلمتش خالص عن تصريحاته في الكوره، لانها مش مهمه بالنسبه لي يعني، ولو ان هي مشابهه لتصريحات بعض السياسيين اللي هي ايه، انا جيت لقيت 2 محترف وربع. اتكلم يالا عادل يالا، اتكلم بأدب. جيت لقيت 2 محترف وربع، شبه تصريحات سياسيه دي، شبه مش هقدر اقولها طبعا، ما اقدرش افسرها، لكن ايه يا عم الكلام الهرتله والكلام الفارغ ده؟ ايه الكلام ده؟ كفايه بقى، قرفنا، زهقنا، طهقنا. طب ما تسيبها يا عم، يعني ما دام هي وحشه كده ما تسيبها، ولكن هي زي ما بقول لك تصريحات مشابهه. الراجل ده يقول انا ولائي للقياده السياسيه، والمهم عندي القياده السياسيه اللي جابتني. لا، القياده السياسيه اللي جابتك. ده انت عجيب جدا يا راجل، انت مستفز. يعني مش عارف امال لو كنت فالح شويه كنت عملت فينا ايه؟ يعني لو كنت فالح شويه كنت عملت ايه طيب؟ 18 حسام حسن بيضحك يعني. اما تضحك اما تضحك يا اخي. وين نقطه من النقط اللي تجيب نقطه بقى فعلا. اي حد ينتقد المنتخب يبقى اكيد ما بيحبش مصر وخاين وعميل و مش مثلا بينتقد حسام حسن مثلا، لا، يعني اي حد ينتقد حسام حسن يبقى بينتقد المنتخب ويبقى اكيد خاين وعميل وما بيحبش مصر. ويقول لهم انتوا ما بتحبوش بلدكم ليه؟ ما بنحبش بلدنا ليه؟ وانا لما اطلع انتقدك في التدريب ابقى انا ما بحبش بلدي؟ ايه العلاقه يعني؟ مش فاهم يعني. برضه هي برضه يعني مشابهه لتصريحات سياسيه يعني، مشابهه. هو الراجل لو فاكر نفسه سياسي، يا عم انت مدرب كوره يا عم، انت ما انتش سياسي، وحتى في تدريب الكوره ما انتش شاطر قوي يعني، وتصريحاتك في الكوره مش الامله يعني بتطلع لما بتطلع على الكاميرا. انا والله العظيم انا يعني زمان ايام ما كنت بتفرج على الكوره انا كنت بستنى التصريحات حسام حسن وبستنى المؤتمر الصحفي بتاع حسام حسن. ليه بقى؟ لانه دايما كوميدي، لانه هو اكيد هيهدف حد بكوبايه، يعني هيعمل حاجه، يعني هو هيهبط حد كلمتين في وشه. هو الراجل اجريسيف، عنيف، الراجل عنيف، تصريحاته عنيفه. انا ما عنديش اي مشكله في تصريحات الكوره يا عم، قول يكش تضربهم 13 لهم، انما انت ايه علاقتك بالسياسه؟ ايه يا جدعان في ايه يا جدعان؟ يا جدعان مش معقول. احنا كان عندنا واحد ممثل قام بدور رئيس الجمهوريه في مسلسل، بقى بيتعامل على ان هو رئيس الجمهوريه، على ان هو سياسي بقى مخضرم ومحنك، وهو بقى خلاص يعني. ايه يا عم في ايه يا عم انت رخر؟ احنا هنلاقيها من ياسر جلال ولا هنلاقيها منك يا عم؟ ما تتهدوا بقى، روح يا عم ركز في الماتشات اللي انت بتلعبها والفرق التعبانه اللي انت بتلعبها وبتكسبها بضربات الجزاء. روح يا عم، شوف يا عم انت بتعمل ايه يا عم.
مالكش دعوه بالسياسه خالص يا عم، مالكش دعوه بيها.